وضع سعيد شيبة مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة اسم اللاعب نوفل الحناش الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان لأقل من 19 سنة ضمن لائحة منتخب الفتيان الذين سيخوضون 3 مباريات ودية استعدادا لاستحقاقات قادمة أمام كوريا الجنوبية، إنجلترا ونادي مالاغا. ويعتبر الحناش صاحب 16 سنة من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، والذي يسعى للسير على خطى المواطن المغربي أشرف حكيمي نجل معا مستقبلا في الليغا، حيث يملك اللاعب مؤهلات تقنية وبدنية جد محترمة وسرعة تجعله يخلق الفارق أمام الخصوم، في انتظار تطور مستوى في الفترة المقبلة ليصبح واحدا من أبرز لاعبي البي جي في القادم من السنوات. يبرز الدولي الأولمبي المغربي إلياس سيباوي بالبطولة الهولندية القسم الثاني بشكل كبير، حيث يعتبر من أبرز اللاعبين في فريق دودريخت. سيباوي سجل أمس هدفين لفريقه في المباراة التي فاز فيها دودريخت ب5 أهداف ل2 على فريق كامبور خلال الدورة التاسعة من ذات البطولة، وسجل سيباوي الهدفين الثاني والرابع، علما أنه شارك في 9 مباريات وسجل خلال 3 أهداف ومنح تمريرة واحدة حاسمة، ويلعب لدودريخت معارا لموسم واحد من نادي فاينورد. يذكر أن نادي دودريخت يحتل الرتبة السادسة ب14 نقطة مبتعدا عن الصدارة ب8 نقاط.